وحشتوني جدا. بقالي يومين ما شفتكوش عشان بقالي يومين ما سجلتش لاني كنت مريض بصراحة. بس جاي النهاردة بحلقة نار، يا رب تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اصحابي واخواتي وحبايبي، كل عشاق ومشاهدي ومشجعي كرة القدم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات اهلاوي فندي. برضو في البداية يا ريت ما تبخلوش علينا يا جماعة باللايك بالشير، ولو حضرتك جديد وعجبك المحتوى بتاعنا يا ريت نتشرف ان حضرتك تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. الاهلي يواصل استعداداته وتدريباته لملاقاة انبي في السيمي فاينل في كاس مصر بتاع سنة 22 23. ومحدش يقول لي ازاي 22 23 يتلعب في 23 24. هو ربك رايت كده، هنقول ايه؟ محدش يزعل، اهم حاجة ان محدش بياكل عليكم حاجة. ايوه، محدش بيخبي عليكم حاجة، يعني كل حاجة بتتلعب الحمد لله. متأخرة شوية مش مشكلة، يعني لظروف الناس يعني. الاهلي ما شاء الله الدنيا على قدم وساق. بصوا، الالم الاولاني بتاع كاس السوبر يا جماعه، السوبر الافريقي، الالم وجع اللعيبه. علشان كده هم محتاجين، يعني صحيح بص هو في الدوري نزل وكسب المصري وكسب سان جورج تمام، لكنه هو محتاج بسرعه 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 اي بطوله سريعه علشان يعني ايه يفوق شويه. الالم زي ما بقول لكم كان جامد بتاع اتحاد العاصمه، والحمد لله. لو تفتكروا انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انا مبسوط بالهزيمه دي على قد ما هي وجعتني، بس قلت مبسوط ليه؟ لان احنا داخلين على موسم ما شاء الله مليان بطولات، فبطوله زي كده يعني تفوق اللعيبه عشان يفوقهم في البطولات اللي جايه. التمرين ما شاء الله ما شاء الله، التمرين ماشي زي الفل الحمد لله والشكر لله، الله اكبر، بعيدا عن العيون مفيش اصابات الحمد لله. كولر من فترة كان وصى الجهاز المعاون بتاعه ان هو يعمل برنامج تدريبي لموديست، برنامج بدني وبرنامج فني. طبعا احنا كلنا شايفين يمكن موديست يعني جسمه، قلنا جسمه زايد شوية او وزنه زايد شوية، لان الراجل بقى له 4 شهور قاعد، ما فيش كورة، ما فيش، حتى لو كان بيروح بيتمرن مع فرقة من الدرجة الثانية او الثالثة تقريبا في المانيا، فمش هو برضو يعني مش هو الفتنس العالي اللي ممكن يرجع تاني، لا مفيش. فهو كولر لما شاف الوضع كده وشاف وضع موديست في اول مباراة لعبها مع النادي الاهلي، فاوصل جهاز المعاون ان هو يعمل برنامج تدريبي، برنامج فني وبدني. فالبدني زي ما قلنا علشان الجسم ايه يعني يظبط شوية، والفني طبعا علشان الحركات جوه الصندوق والتحركات والراجل يرجع نشاطه تاني. طبعا برينجر هو المسؤول عن يعني زيادة مستوى اي لاعب. كولر لما بيحب ان هو عنده اللاعب الفلاني في المكان الفلاني، وخاصة المهاجمين، يعني برينجر جاي لأي لاعب لكنه اختصاصه المهاجمين. فكولر لما بيعوز يزود اي مستوى لأي لاعب في المهاجمين بالذات بيقوم يحيله على، يحيله مش يحيله، يحيله تمام على برينجر. فبرينجر قال ايه؟ برينجر بعد فتره من التدريبات، بعد حوالي داخل في اسبوعين اهو من التدريبات، فادى تقرير لكولر. التقرير بيقول ايه؟ ان موديست يمكن الاعتماد عليه تدريجيا ابتداء من مباراه انبي اللي جايه. طيب تدريجيا يعني ايه؟ يعني ياخد مثلا نص ساعه، ياخد شوط، تمام؟ طيب وبعدين يا عم برينجر؟ قال له اما الاعتماد عليه 90 دقيقة كاملة بعد شهر من تاريخه. كلام يوزن الدماغ. الراجل ده بيشتغل فني يا جماعة، والراجل ده بيشتغل علمي. قال له انا ممكن دلوقتي ابدأ ان انا اعتمد على موديست بعض الدقايق بعض الوقت، لكن 90 دقيقة كاملة الراجل واقف على رجله من اول المباراة لاخر المباراة استلموا مني بعد شهر. طبعا احنا عارفين ان كولر بيحترم جدا جدا جهازه المعاون كله، لانه هو اللي مختاره. فمعنى ان هو يختار الناس دي يبقى اكيد هيعرف ان هو، عارفين المثل اللي بيقول ايه؟ ادي العيش لخبازه. هو كولر بيدي العيش لخبازه، وكولر هيسمع كلام برينجر. بس احتمال كبير ان احنا نشوف موديست ان شاء الله بامر الله. موديست احتمال كبير نشوفه في مباراه انبي
هو الكل مستني، حتى كولر ذات نفسه. يعني كولر مش قادر ينتظر، فمحتاج ان هو يشوفه حتى ولو بعض الوقت. الدوري الافريقي اللي هو ان شاء الله بامر الله هيبدا يوم 20/10، وربنا يستر يعني ما تحصلش مشاكل ولا يحصل اي حاجه بسبب ارتباطات المنتخب. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، لكن النهارده مش جاي اتكلم في الدوري الافريقي وارتباطات المنتخب والدنيا دي. انا بتكلم في قصه تانية خالص. الشركه الراعيه للبطوله، بطوله الدوري الافريقي او الليجا الافريقي. الشركه الراعيه وهي بتمضي العقد مع الفيفا وبتمضي العقد مع الكاف، الاتحاد الافريقي لكره القدم، اشترطت ان مباريات الاهلي يكون سعه الاستاد على اكمله او على اتمه او على اخره. طيب مين اللي قال الكلام ده الاول؟ مش اخوكم اللي بيقول الكلام ده. اللي قال الكلام ده الاستاذ هاني ابو ريده، عضو الاتحاد الافريقي. الراجل بيقول ايه؟ بيقول ان الشركه الراعيه ما وجهتش الكلام ده لاي اتحاد في الثمان اتحادات غير للاتحاد المصري والاتحاد الافريقي بس. يعني لا كلمت سيمبا واتحادها، ولا كلمت صن داونز واتحاده، ولا كلمت الوداد واتحاده، ولا كلمت الترجي ولا اي فرقه. الفرقه الوحيده اللي كان العين عليها هي النادي الاهلي. الشركه الراعيه قالت لو سمحتم النادي الاهلي في مبارياته تكون السعه الكامله لاستاد القاهره، لان طبعا انت كده او كده لما بتلعب مباراه تانية مع فرقه تانية بره كده او كده هم عندهم السعه الكامله، ما عندهمش قفل الاستادات زي ما عندنا. فطبعا الموضوع ده دلوقتي اصبح في ايد الامن. الامن هو اللي المفروض ان هو ينفذ الموضوع ده، يا اما الامن لو حط اي عراقيل الموضوع هيبقى مشكله، لان الشركه الراعيه هي الليله كلها، هي صاحبه كل حاجه، هي الماني من الاخر. فالله اعلم الموضوع هيمشي ازاي. بس بص بقى، يعني ليه الشركه الراعيه ما حددتش غير الاهلي؟ ده ان دل على شيء يا جماعه والله العظيم. الهدف مش ان انا اهلاوي او والله الكلام ده لو اتقال على اي فرقه تانية كنت هقول شايفين حجم الفرقه دي عامل ازاي. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. حتى لو في سنه من السنين خسر كاس او خسر دوري او خسر البطولات كلها وخرج من السنه دي خالي الوفاض ما معهوش اي بطوله، تلاقيه برضه الشركه الراعيه اللي بترعى النادي الاهلي، مش الشركه الراعيه اللي بتاعه الافريكان ليج، لا، الشركه الراعيه اللي بترعى النادي الاهلي تلاقي اعلى رعايه بتدفع هي رعايه النادي الاهلي، بالرغم ان النادي الاهلي بيبقى خارج من السنه دي شكرا ما خدش ولا بطوله. ليه؟ لانه هو اكبر شعبيه، هو اكبر كل حاجه بصراحه. فيعني هو ده النادي الاهلي اللي الدنيا كلها بتدور على ان لازم النادي الاهلي يكون في البطوله، ولازم النادي الاهلي يكون بكل قوته. يا اخي بيشترطوا في العقود ان النادي الاهلي لو في عنده بطولات تانية لا النادي الاهلي يلعب عندي بالفيرست تيم. يعني ما فيش اكتر من كده يعني. برضو اخر حاجه عايزين نتكلم فيها في الدوري الافريقي ان في احتمال، يعني احتمال مش هنقول بنسبه 90% ولا الكلام ده، بس هو نقول مثلا 60-70% احتمال ان صن داونز لا يشارك في الدوري الافريقي. ليه؟ لان الدوري الافريقي بيتعارض مع الدوري الجنوب افريقي. اهدى، يعني الدوري الافريقي لما يتعارض مع الجنوب افريقي، مع الدوري الجنوب افريقي، يوم صن داونز ما يروحش الدوري الافريقي ويفضل الدوري الجنوب افريقي. عارفين ليه؟ الدوري الجنوب افريقي يا جماعه زي دوريات اوروبا، ماشي بالساعه، بيتحط الجدول في اول الدوري لحد اخر الدوري، مفيش تاخير، مفيش غلطات، مفيش اي حاجه. هو احنا حطينا بسم الله الرحمن الرحيم كده، ادي الجدول، يبدا يوم كذا وينتهي يوم كذا، اليوم الفلاني مباراه كذا، اليوم ظبط نفسك بره على جوه. او بمعنى اصح هو يعني الاتحاد الجنوب افريقي بيعمل ايه؟ ما بيحطش الجدول الدوري بتاعه غير لما بيجي له مثلا الاجنده الدوليه،
غير لما بيجي له بطوله افريقيا مثلا. انا عندي صن داونز مشترك في مثلا بطوله الابطال، بطوله دوري الابطال، يبقى اذا ارتب الدنيا على هذا الاساس. اي بطولات بقى مستحدثه، اي بطولات مش عارف ايه، مفيش الكلام ده. هو الدوري الجنوب افريقي هو نمبر 1 هناك. ف صن داونز محطوط دلوقتي يعني ايه، عارفين، في مشكله، اللي هي اما انه يوافق على المواعيد سواء دوري الجنوب افريقيا او سواء دوري الافريقي الجديد، يوافق على تضارب الميعادين يعني، ويعمل فرقتين. هي دي بتحصل، لكن هيبقى مضطر ايه بقى، انه يقسم الفرقه بتاعته نص اساسيين هنا ونص اساسيين هنا، وشويه سنيده هنا وشويه سنيده هنا، يخرج من البطولتين شكرا، زي اللي خرج من المولد بلا حمص زي ما بنقول، لانه لا عرف يعمل حاجه هنا ولا عرف يعمل حاجه هنا. ده رايي، تمام؟ طيب ده الاختيار الاول. او انه هو يتنازل عن الدوري الافريقي، ما يقدرش يتنازل عن الدوري الجنوب افريقي، لان لو اتنازل عن الدوري الجنوب افريقي ده فيها هناك عقوبات وحرمان من الدوري كذا سنه وغرامات فلوس وحوارات كتير. ويعني صن داونز ما عندوش استعداد لكده، ما عندوش استعداد ان هو يخسر الدوري بتاعهم. فالله اعلم، هنشوف الايام اللي جايه هتقول لنا اما ان صن داونز هيكون معانا او ان صن داونز باي باي. علشان اليومين الغياب اللي انا غبتهم وما سجلتش فيهم، فما عرفتش اتكلم عن مباراه الزمالك بصراحه. اولا مليون مبروك لكل اخواتي وكل حبايبي، كل جمهور الزمالك، كل جمهور الزمالك بلا استثناء. يعني هقول له مليون مبروك، سواء فيهم المتعصب واللي ضدي واللي مختلف معايا كليا وجزئيا في معتقداتي وفي اسلوبي وفي كل حاجه، بقول له مبروك. وجمهور الزمالك اللي موافق على اسلوبي وعلى دنيتي وبيتعامل بطريقتي، برضه بقول له مبروك. طب ليه بقول مبروك للاتنين؟ بصراحه يا جماعه، ومحدش يزعل مني من اخواتي الاهلاويه، انا هتكلم كده واحد بيفهم كوره او واحد بيحب الكوره. انا شفت من جمهور الزمالك في المباراه دي حاجه جميله قوي. اولا في هتاف عجبني قوي، بالدم بالروح، الماتش مش هيروح. بصراحه الهتاف ده هزني. وبعد المباراه انا قلت كلمه، انا قلت ربنا سبحانه وتعالى نفد الزمالك النهارده او نجد الزمالك النهارده من الهزيمه، علشان الناس اللي كانت بتشجع وكانت بتدعي سواء في الاستاد او بره الاستاد. يعني في الاستاد احنا كنا شايفين بعينينا التشجيع كان عامل ازاي 90 دقيقه، واكيد قبل ما يحصل البث التلفزيوني الناس دي انا عارف وضع الاستاد بيبقى عامل ازاي. الناس دي كانت واقفه قبلها بساعتين 3 بتشجع، تمام؟ فسواء الناس اللي كانت في الاستاد او الناس اللي كانت في الكافيتريات، ما انا شفت بعينيا، تمام؟ الناس دي فعلا هي السبب، يعني عايز اقول الوحيد، بس ما حدش يزعل مني من الزملكاويه يا جماعه، السبب الوحيد في فوز الزمالك في اليوم ده هي رحمه ربنا بالجمهور ده، مع جزء من يوسف اوباما. يعني ارفع له القبعه ان هو لما نزل يعني هو غير المعادله تماما. لكن اي حد تاني يا جماعه في الماتش ده مش عارف اقول لكم حاجه، يعني ما يستاهلش الفوز ده خالص. لا جهاز فني يستاهل باسلوبه وبطريقته بفكره اللي بيلعب بيه وبالخطط اللي بيلعب، مفيش خطط اساسا. يعني مش عارف اوسوريو مش يعني مش عايز اقول عليه كلام حد يحاسبني عليه. انتوا اكيد كزملكاويه كاهلاويه كاي حد بيفهم كوره اكيد شاف الراجل ده وشاف طريقته، واكيد الكل معترض عليه. دي حاجه. اللعيبه ذات نفسها بقى حدث ولا حرج، يعني ما تفهمش الناس دي عايزه ايه. انت نازل مغلوب قبل كده 2-0 وقلنا ايه ده عشان بره ومش في ارضك ودرجه الحراره والمش عارف ايه طب انت دلوقتي في ارضك وفي ملعبك وقدام 30,000 متفرج يهزوا جبل المقطم، يهدوه كده بصوتهم.
العب بقى، اعمل اي حاجه بقى. مفيش. طبعا بجانب كمان في حاجه صغنونه مش عايزين نخوض فيها قوي، التعليق بتاع الكابتن حاتم بطيشه اللي بيقول لك اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له ده، وراح ساكت. وبعدين قال لك ايه؟ ايوه بالظبط. تمام. طبعا احنا كلنا فاهمين المثل ده وبيعمل ازاي، بس انا بقول لك يا كابتن حاتم يعني بعد اذنك مع احترامي ليك، لا هو انتهى فعلا. ما هو لعب شوط كامل يا كابتن، لعب شوط كامل. ايه اللي حصل لما يوسف اوباما نزل؟ ما هو يوسف اوباما ما كانش معاه حقنه اداها له فلعب يعني. هو يوسف اوباما ما شاء الله عليه هو اللي نزل فوق الكلام ده كله وهو اللي ربط الكلام ده كله. لكن شيكابالا بتاع زمان اللي انت بتتكلم عليه لا انتهى، مع احترامي ليك. عايز بقى عندها، عايز تروح لها، عايز اي حوار، تمام براحتك. فطبعا يعني هو الحمد لله والشكر لله ان الزمالك عدى. لكن انا عايز اقول حاجه لاخواتي الزملكاويه، انا قلت لكم مبروك اولا، تمام، بس عايز اقول لكم حاجه. انت فرحت بعد المباراه والفرحه كانت جامده قوي لان الفوز كان صعب قوي وكانت صعبه قوي ان انت تخرج من دور ال 32. انا معاك، وحشه ما تنفعش يعني، تمام. لكن رايي انا افرح 5 دقايق بس. اصل الليله دي مش محتاجه ان انت تفرح اكتر من 5 دقايق لاسباب كتير. اولا انت حضرتك عديت من دور ال 32، يعني مش دور ال8 ولا ال4 ولا خدت بطوله يعني. والله 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 ما قصدي ان انا اتفه من اي حاجه انت فرحت بيها، بس انا بوضح لك كلمه. لو انا الموضوع ده عندي فرقتي انا هقول لنفسي كده، افرح 5 دقايق لمجرد الانتصار ودخولك الدور الجاي. لكن اقعد بعد الانتصار، بعد ال5 دقايق دول بقى ايه، فوق نفسك كده وقول ايه المنظر اللي كان موجود ده مش هيعدي الدور الجاي. ده الكلام الصح بقى يا اخوانا. المنظر اللي كان موجود ده بجهاز فني بلعيبه مش هيعدي الدور الجاي يا جماعه. الكابتن مدحت عبد الهادي لسه طالع، عارفين بيطبل وبيحللها الموضوع، بيقول لك اصل احنا كسبنا علشان احنا الفرقه الاولى في افريقيا واحنا ابطال افريقيا واحنا اسياد افريقيا. يا عم طول ما انت بتتكلم بالطريقه دي والله ما هتعلى، والله هتفضل تحت يا اخوانا. انا نفسي يعني مع احترامي ليكم، انا نفسي الزملكاويه هم اللي يردوا عليا الكلام اللي انا بقوله ده كده صح ولا غلط. واحد زملكاوي لو سمحتم من اللي بيتفرج عليا، من ال 30 40 واحد اللي بيتفرجوا عليا، يعني ما بيتفرجش عليا الافات، تمام، بس نفسي واحد من الزملكاويه دول يقول فعلا الراجل ده مش بيحفل علينا، الراجل ده فعلا بيتكلم كلام منطقي وكلام عاقل. يعني الكابتن مدحت عبد الهادي طالع بيقول لك احنا يا عم انت كسبت والله بالجمهور، والله العظيم ما باللعيبه. اللهم ان يوسف اوباما، بعيدها تاني، هو اللي فوق الدنيا شويه. زيزو ذات نفسه بجلاله قدره ما كانش موجود. زيزو كان تايه خالص، دماغه كلها في العروض وفي الفلوس وفي الدنيا اللي هو فيها. مش عايزين نطول في الكلام كتير. افرح زي ما قلت لك 5 دقايق، لكن ابدا اقف وابدا دور فرقتك في اللي جاي. لو كملت بالمنظر اللي احنا شفناه صدقوني مش هتعدي للدور الجاي. اخر اخبار نادي الزمالك ان الزمالك بيكلم وكيل محمد شريف. يعني بصراحه مش عارف اقول ايه. يعني هو من حوالي 3-4 ايام الزمالك تواصل مع وكيل اعمال الكابتن محمد شريف وقال له ان احنا هل في امكانيه ان محمد شريف في يناير يرجع مصر على الزمالك؟ يا اخي افتح القيد بتاعك الاول، فك القيد الاول وبعد كده بقى الراجل يرجع عليك. طيب نادي الزمالك ما جالوش اي رد، لا بنقول بالايجاب ولا بالسلب. نادي الزمالك الراجل قال لهم ايه، وكيل اعمال محمد شريف قال لهم خلاص انا هبلغه، تمام. ما جالهمش حتى الان لحد اللحظه اللي بكلمكم فيها دلوقتي ما وصلش رد من محمد شريف لنادي الزمالك، رد رسمي. طيب محمد شريف نزل على حسابه الشخصي على السوشيال ميديا كلمتين اعتقد انا في رايي انا ان هم الرد. محمد شريف بيقول لن اعود الى مصر الا للنادي الاهلي، النادي الذي رفعني، النادي الذي جعلني في مكانتي الان.
من الاخر كده النادي اللي عملني، النادي اللي بيخليني النهارده اقبض الملايين اللي انا فيها دلوقتي، ولما ارجع عليه. ده كلام محمد شريف، وما اعتقدش ان الواحد ممكن يقول كلام اكتر من كده في الخبر ده. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت. ان شاء الله بامر الله هستنى حضراتكم الحلقه اللي جايه. بس قبل ما امشي لو سمحت بعد اذنك بص تحت على اليمين هتلاقي اللايك، دوس لايك لو عجبك الكلام بتاعنا، واعمل شير، انشر الحلقه دي. لو حضرتك جديد معانا وعجبك المحتوى نتشرف بان حضرتك تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من برنامج اهلاوي فندي. سعدت جدا بلقائكم، شكرا لكم جميعا وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أسامة عماد متعب مرتدة تصوير وجول جول جول جول. الفرصة للفريق الأحمر حرفيا. ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو. ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن شاط الكرة علي محلول يوزع جول. جول أهلاوي.